لو انت دلوقتي قاعدة وسط كركبة وبتبصي حواليكي ومش قادرة تتحركي، مش لأنك كسلانة ولا لأنك مش منظمة، بس لأنك تعبانة، نفسيتك مش مظبوطة، والمكان حواليكي بقى بيعكس اللي جواكي. أنا عارفة إنك تعبانة ومش قادرة، وعارفة إن فكرة التنظيف نفسها ممكن تزهقك من قبل ما تقومي تتحركي، بس عايزة أقولك انت مش لوحدك. في ناس كتير حوالينا بيمروا بنفس الإحساس ده، بس مش بيتكلموا. النهاردة مش جايين نحكم على نفسنا ولا نجلدها، احنا جايين نحبها ونطبطب عليها ونشجعها تعمل خطوة صغيرة، خطوة بس مش ماراثون. عايزة أقولك إن الكآبة مش كسل، دي حالة نفسية بتشل الإرادة. الكآبة بتسرق الطاقة وبتخلي العقل مش قادر يشتغل في أبسط المهام. التنظيف وقت الكآبة بيبقى زي جبل عايز يتشال، وممكن جدا تبقي بتعيطي وانتي بتمسحي الأرض، وده طبيعي. قولي لنفسك أنا مش فاشلة، أنا بس محتاجة أتعامل مع نفسي بلطف. ساعات بيظهر عليكي علامات الإنهاك، بتقومي من النوم مش عارفة تبدأي، الأوضة مكركبة وكل حاجة عاملة ضغط، نفسك تنضفي بس كل ما تبصي للبيت بتحسي إنك عايزة تنامي. العلامات دي بتدل إنك محتاجة مساعدة، ومش عيب أبدا إننا نكون ضعفاء في لحظة. تعالوا نعمل مع بعض خطة نمشي عليها، وتكون الخطة دي صغيرة وبسيطة. أول حاجة، نعمل قاعدة الدقيقة الواحدة. أي حاجة تقدري تعمليها في أقل من دقيقة اعمليها فورا، حتى لو شلتي كوباية، حتى لو مسحتي التراب عن ترابيزة واحدة، ده كده هيعتبر إنجاز. تاني حاجة، مبدأ ركن واحد. اختاري ركن واحد صغير في البيت، ترابيزة، تسريحة، وظبطيه بس، وبعدها خدي نفسك. الركن ده بس هو اللي هتعمليه، ما تعمليش أي حاجة تانية بعده، وبعد ما تخلصيه اقعدي وارتاحي. تالت حاجة، تايمر ال5 دقايق. شغلي تايمر لمدة 5 دقايق وابدأي. ممكن تلاقي نفسك كملتي وممكن لأ، الاتنين صح. لو قدرتي تكملي فده خير وكملي، ما قدرتيش ما تضغطيش على نفسك. احنا حددنا 5 دقايق بس هننجز فيهم حاجة معينة، خلصناها ومش عايزين نكمل حاجة تاني بعدها. رابع حاجة، اكتبي 3 حاجات عايزة تعمليهم مش أكتر، 3 بس، مش 5 ولا 10. اهم حاجة انك تنجزي ال3 حاجات اللي انتي حبيتي ان انتي تعمليها. خامس حاجة، شغلي اي حاجة في ودنك وانتي بتشتغلي في البيت، قرآن، اغنية حلوة بتحبيها، بودكاست، لو مزاجك يسمح شغلي اي صوت يحفزك. هتقوليلي انا برضو مش قادرة اعمل اي حاجة من اللي انتي بتقوليها. عارفة امتى بجد ما تعمليش حاجة؟ لو جسمك مرهق فعلا ارتاحي، لو عندك افكار سوداوية كلمي حد وفضفضي معاه علشان الأفكار دي تمشي بعيدة عنك. لو كل حاجة في عينك سودة شوفي دكتور أو معالج نفسي. أوقات كتير مشكلتنا مش بتبقى في البيت، المشكلة بتكون جوانا. نيجي بقى لعلاقتك بالمكان. البيت اللي انت عايشة فيه مش بس مكان للنوم، ده حضن وأمان. لما بتلمعي فيه حاجة انت مش بس بتنضفي، انت بتعوضي روحك. كل مرة بتشيلي تراب من على مكان انت بتشيليه كمان من جواكي. ودلوقتي هقولك على أفكار هتخلي التنظيف أهدى وأسهل. أول حاجة، قسمي البيت لمناطق حسب الأيام، يوم للمطبخ، يوم للحمام، يوم للغسيل، مش لازم كله في نفس اليوم. استعملي عطور بتحبيها، بخور، معطر معين ريحته حلوة انت بتفضليه، هيغير مودك تماما. البسي لبس مريح وشيك حتى لو انت قاعدة في البيت، ما تخليش اللبس الحلو اللي عندك تشيليه للمناسبات أو تشيليه علشان الناس تشوفك بيه. لا، البسي الحاجة الحلوة اللي انت بتحبيها ليكي انت قبل ما تكون لأي حد تاني. بعد ما تخلصي كافئي نفسك، حتى لو خلصتي ركن صغير بس، شوكولاتاية، مشروب بتحبيه، شاور، أي حاجة من الحاجات دي هتفرق معاكي. أهم حاجة إنك ما تخليش حد يحبطك، ما تخليش حد يتحكم في حياتك، ما تخليش حد يتدخل في شكل بيتك، في القوة اللي انت بتقومي تنظفي بيها بيتك. ما تخليش حد يقولك اعملي ايه وما تعمليش ايه، لان محدش حاسس بيكي ومحدش يعرف انت بتمري بايه. ما تسمحيش لحد يقولك انت كسلانة قومي نظفي بيتك شوية، طالما هو مش قاعد مكانك ومش حاسس باللي انت حاساه تجاهليه. خليكي رحيمة مع نفسك حتى لو بتحسي ان اللي حواليكي مش رحماء بيكي. ابعدي عن المقارنات، خليكي في حياتك الشخصية وملكيش دعوة بحياة غيرك.
ما تبصيش لحد، ما تقارنيش بيتك ببيت حد. دوري على صديقة بتفهمك تقدري ان انت تفضفضي معاها وانت مرتاحة. اختاري وقت محدد في اليوم للتنظيف وما تزوديش عن الوقت ده. وافتكري دايما، انا مش هعمل كل حاجة، انا هعمل اللي هقدر عليه وبس. في فرق كبير جدا بين اني انظف علشان البيت يبقى حلو واني انظف عشان احس براحة. لو كل مرة نظفتي عشان محدش يقولك كلمة وحشة، هتحسي انك بتعاقبي نفسك مش بتراعيها. لكن لو كل مرة نظفتي علشان ريحة البخور تطمنك، أو عشان لما تنامي تحسي إنك محاطة بنظافة وبهدوء، ساعتها بس هتحسي إن التنظيف ده ليكي انتي مش عليكي. خلي التنظيف وسيلة تهتمي بيها بروحك، زي ما بتغسلي وشك أو بتشربي مية. أوقات بيعدي علينا شهور والبيت بيكركب، وكل يوم نقول بكرة هبدأ، كل يوم نحس بتأنيب ضمير. عايزة أقولك إن الكركبة مش دليل على إنك فاشلة، الكركبة دليل إن أنت كنتي بتحاربي في حتة تانية جواكي، إنك عديتي أيام صعبة ولسه واقفة. والبيت هيرجع ينور، بس لما قلبك ينور الأول. جربتي تتخيلي بيت أحلامك؟ قومي دلوقتي حتى وانت قاعدة مكانك، غمضي عينك، تخيلي بيتك مش مثالي لكن على ذوقك، بالألوان اللي انت بتحبيها، بركن صغير ليكي، في شمعة وكتاب وكوباية شاي. حاولي تشوفي ايه في بيتك ممكن يقربك من الإحساس ده. مش لازم تشتري حاجات جديدة، ممكن تكون حاجات بسيطة، مفرش نضيف، وردة في كوباية، موسيقى. البيت مش محتاج يبقى غالي عشان يبقى مريح، هو محتاج بس يبقى شبهك. حولي التنظيف لطقس حب. قبل ما تبدأي شغلي أغنية بتحبيها، قولي لنفسك أنا هخلي المكان ده يطمني. حطي لمسة فيها حب، فوطة شكلها حلو، شمعة، بخور، حاجة بسيطة انت تحبيها. لما تخلصي خدي لحظة تبصي حواليكي وتتنفسي. اعملي ده مش عشان البيت يبقى حلو، لكن عشان انتي تستحقي مكان يريحك. هقولك على عادات صغيرة بتتراكم وبتغير كل حاجة. كل يوم قبل ما تنامي خدي 5 دقايق لمي حاجة بسيطة. حطي سبت صغير في كل أوضة جمعي فيه الكركبة بدل ما تبقى متناثرة. كل أسبوع اختاري درج أو رف تنضفيه وتحطي فيه ريحة حلوة. الروتين ده مش لازم يكون تقيل، ممكن يبقى بسيط جدا لكن منتظم. طب لو اليوم عدى من غير ما تعملي فيه حاجة، اسمعيني كويس، لو اليوم كله عدى وانتي ما عملتيش ولا حاجة، ولا ظبطتي ركن ولا لميتي طبق، ده مش فشل، ده يوم من أيام النفسية. وانتي بني آدم مش روبوت، ما تلغيش تعبك النفسي، ما تكبتيش نفسك عشان تنجزي. كل حاجة ليها وقتها، وانتي كمان ليكي وقتك. ما عملتيش حاجة النهاردة، هتبدأي من بكرة، هتبدأي ان انتي تعملي كل اللي وراكي حتة بحتة. انا معاكي وحاسة بيكي جدا، وبقولك من قلبي انتي مش محتاجة تبقي مثالية، انتي محتاجة بس انك تحبي نفسك وتحبي بيتك حتى وهو مكركب. كل مرة بتقومي حتى لو ب1% من طاقتك انتي بتنتصري على الكآبة، وبتقولي انا لسه هنا. خدي بالك من نفسك، ولو كل اللي عملتيه النهارده هو انك سمعتي البودكاست ده، فده كفاية جدا جدا، ودليل انك من جواكي عايزة تتغيري. لو وصلتي معايا لنهاية البودكاست، لو الكلام ده لمس قلبك وخلاكي تحسي انك مش لوحدك، يبقى ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة علشان نكمل سوا طريق الراحة والطمأنينة. وكل مرة هيوصلك مني حلقة جديدة كأنها حضن دافي ليكي. أشوفك في الحلقة الجاية بإذن الله.